في هذه الرحلة الاستكشافية سنزور نقطة ساحرة من إسبانيا تقع في مقاطعة طراغونا بكاتالونيا. إنها بلدة سويرانا. سويرانا بلدة يحفها الخيال والجمال من كل جانب. توجد في قمة جبل صخري على ارتفاع يبلغ 740 متر فوق سطح البحر. سويرانا وتسمى أيضا سويرانا دي براداس تقع أسفل سلسلة جبال لاغريتيا في منطقة تسمى بريورات في طراغونا شرق المملكة الإسبانية. يلف هذه البلدة الجبلية نهر يسمى إستوبينيا، ما يضفي على المنظر البانورامي هنالك جمالا خاصا. سويرانا مناظرها الطبيعية تحبس الأنفاس. يعتبرها عشاق السياحة والتنزه واحدة من أكثر الأماكن الطبيعية إثارة في إقليم كاتالونيا. في سويرانا يجد متسلقو الجبال ضالتهم، فهي تعد من أبرز الأماكن التي يمارس فيها هذا النوع من الرياضة على المستوى الأوروبي. كما يجد فيها عشاق التاريخ والأحداث التي طواها الزمن شيئا من الحكايات والأطلال الشاهدة على ماض سنتعرف على بعض منه في آخر هذا المقطع. في هذه البلدة التي يمكن للزوار فيها الاقتراب من كنيسة سانتا ماريا ذات المعمار الروماني الذي يعود إلى القرن الثاني عشر ببوابتها وأعمدتها الجانبية القديمة. مقالات تاريخية ترجع وصول هذه البلدة، بلدة سويرانا، إلى عصور ما قبل التاريخ. فإبان الفترة الأندلسية مثلا دخل المسلمون كما هو معلوم شبه الجزيرة الإيبيرية عام 711 ميلادية. أما كاتالونيا فلقد دخلوها عام 714 ميلادية. منطقة سويرانا التي نزورها الآن ونشاهد هذه المناظر منها أصبحت مهمة بالنسبة للتواجد الإسلامي خلال القرن الحادي عشر، عندما تحولت إلى جبهة أولى أمامية للدفاع عن الإسلام في كاتالونيا. الدفاع عن الإسلام في كاتالونيا من محاولات الطرد والاجتثاث. في منتصف القرن الحادي عشر كانت لحاكم برشلونة واسمه رامون بيرنيغير الأول محاولات متكررة من أجل طرد المسلمين من نواحي طراغونا، الأمر الذي دفع بقوات المرابطين إلى التراجع نحو تحصينات أكثر أمانا خاصة في أعالي الجبال. فكانت هذه النقطة الاستراتيجية والتي هي سويرانا مهمة للغاية جدا من الناحية العسكرية الاستراتيجية، ما أعاق وصول المسيحيين إلى مشارفها. بلدة سويرانا التي كانت تسمى باللغة العربية شبيرانا، ووفقا لوثيقة تاريخية ترجع لعام 1154 تفيد هذه الوثيقة بأن المرابطين قد بسطوا سيطرتهم هنا في هذه البلدة لأزيد من 284 عاما. كانت منطقة سويرانا توجد تحت ظل حكم أحد الولاة التابعين للمرابطين الذي كان يسيطر على جميع جبال المنطقة التي تسمى اليوم جبال براداس باللغة الكتالونية. وهذا شكل حصنا دفاعيا لممالك الطوائف في كل من مدينة طورطوسا ومدينة ليريدا ومدينة فالنسيا، والتي تمكنت من إعاقة وإبطاء تقدم المسيحيين وقواتهم نحوها. بلدة سويرانا تقع في مرتفع صعب وحصين، وهو معطى دفع بحاكم برشلونة إلى الشروع باسترجاع وغزو مناطق ومدن أقل صعوبة كمدينة طراغونا مثلا التي احتلت أو استرجعت بين عامي 1118 و 1146. أما مدينة طرطوشة أو طورطوسا كما تسمى اليوم فاحتلت أو استرجعت عام 1148. مدينة ليريدا وهي إحدى كبريات إقليم كاتالونيا احتلت أو استرجعت في عام 1149. أما سويرانا وهي موضوع حديثنا فوقعت تحت الحصار الخانق عام 1151، وسقوطها ظل فقط مسألة وقت. في بلدة شبيرانا توجد عدة مواقع طبيعية وتاريخية تستحق الزيارة والاطلاع.
ولعل الأشهر هنا نجد مكانا يسمى باللغة الإسبانية El Salto de la Reina Mora، أو مقفز أو المكان الذي قفزت منه الملكة المسلمة، وهو موقع طبيعي مرتبط لدى ثقافة الساكنة في هذه المنطقة ولدى الذاكرة الإسبانية عموما. مرتبط هذا الموقع بنهاية آخر قلاع الوجود الإسلامي بكاتالونيا، فلقد كان سقوط البلدة أي ثويرانا بيد حاكم برشلونة عام 1154. فهذا المكان الذي يسمى مقفز الملكة المسلمة يعتبر كرمز لنهاية التواجد الإسلامي الأندلسي في إقليم كاتالونيا. تقول الحكاية أو الأسطورة بأن القوات المسيحية عجزت في أواسط القرن 12 عن اقتحام حصن شبيرانا، وكان لوالي شبيرانا المسلم كان له ابنة، وبعض المصادر تقول زوجة غاية في الجمال. وبينما كان المسلمون في ذلك الحصن أو تلك البلدة التي هي سويرانا يقيمون حفلا في أحد جوانب القصر، قام أحد الحراس الخونة تصفه عدة مقالات إسبانيا بأنه يهودي كان قد سهل للمسيحيين المتربصين بالمسلمين هناك، سهل لهم مأمورية الاقتحام والعبور. ووسط حالة من الارتباك والخوف أيقنت بنت الوالي أن حكم والدها وتواجد المسلمين قد آن أوان انتهائه، وأن وقوعها أسيرة أو قتيلة لا مفر منه. ولكي تفوت الفرصة على القوات المسيحية فرصة ذلك، خرجت مسرعة وامتطأت جوادها الأبيض كما تروي المقالات، واتجهت نحو هذا الجرف الشاهق. فأرادت في المحاولة الأولى أن تقفز وحصانها، لكن الحصان ومن شدة رعب المنظر قام بكبح الحركة عبر حافره. ولحد الساعة لا زالت الأسطورة تقول بأن هذه الحفرة التي تشاهدون هي لحافر ذلك الفرس. لتكرر تلك الأميرة أو بنت الوالي المحاولة مرة ثانية، حيث أغمضت عين الفرس بمنديلها وكررت القفز، فكان ذلك هو نهايتها ونهاية حكم التواجد الإسلامي بكاتالونيا وبهذه البلدة الشاهقة في جبال البراداس، والتي كما سبق أن عرفناها وعرفناها بلدة سويرانا. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليك سيدي. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليك سيدي. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليك سيدي. جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري، والقلب طور التجلي. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليك سيدي. آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا لعلي. يا عين الرحمة محمد،
الله